رايح النهارده اجرب مكان من اشهر الاماكن في اسكندريه، اللي حرفيا ما فيش فيديو بنزله في اسكندريه الا لما الناس بيقولوا لي روح جرب الشيخ وفيق. يلا بينا. في شارع قصر راس التين في بحري في اسكندريه موجود مكان حرفيا ما ينفعش اي واحد بيروح اسكندريه زياره كده ما يجربوش، وهو الشيخ وفيق. جربت من هناك 4 حاجات هو مميز بيهم: الكسكسي، ام علي، رز بلبن، واخر حاجه البليله. اول حاجه ابتديت بيها وهي اشهر حاجه هناك اللي حرفيا تقريبا كل الناس بيروحوا عشانها هي الكسكسي. جبت من هناك كسكسي بالمكسرات سعره 33 جنيه. بيجي لك طبق الكسكسي نفسه محطوط عليه مكسرات وشويه سكر كده من فوق وكوبايه اللبن جنبه. تحط اللبن على الكسكسي وبعد كده تقلبهم وتضرب يا برو. اخدت معلقه في التانية. الكسكسي الصراحه كان طعمه حلو، المكسرات اللي هم كانوا مستخدمينها كان طعمها حلو، السكر بقى مع اللبن مع الحاجات دي كلها فتتبسط عامه. تاني حاجه بقى جربتها هي ام علي. سعر الطبق ده 25 جنيه. انا طلبتها ساده ودي كانت غلطه. هم عامه بيقدموا ام علي سخنه. ساعه لما اخدت حته كده كان باين انها من جوه كده لا مش ماسكه نفسها كده وبتاع، والصراحه ده اللي بيبقى حلو اصلا في ام علي، انها تبقى بتحس انها متدلعه كده. ليه بقى كنت بقول لكم انها غلطه ان انا ما طلبتهاش مكسرات؟ اولا عشان هي فعلا كانت عجباني، بس هي كان ناقصها حاجه كده. عارفين ام علي بالمكسرات دي دايما بتبقى في حته تانية كده، والله بتحس انها بتديها ايدج مختلف كده. تالت حاجه جربتها بقى هي البليله. بيكون جايب لك كده طبق بليله ومحطوط عليه برضه شويه سكر وكوبايه اللبن جنبها. تحط اللبن على البليله وتحس ان انت بتشرب بليله في البيت عادي خالص. هي حرفيا ما كانش فيها اي اختلاف، هي حلوه بس بليله ممكن تعمل زيها في البيت. هو الطبق ده عامه كان ب 20 جنيه. ممكن لو كنت طلبته بالمكسرات او باي حاجه تانية كان يبقى طعمه احسن، بس غير كده انا صراحه كنت حاسس ان هو بليله بتاعت البيت. واخر حاجه قفلت بيها بقى هو رز بلبن بالجيلاتي بالمكسرات. سعره 31 جنيه. والطبق ده عامه انا بقدره في اي حته، وخصوصا بقدره من عند الناس اللي بتعمله حلو. خدت كده اول معلقه، في التانية، في التالتة. بصوا يا جماعه الطبق ده رائع رائع رائع. انا عجباني قوي اصلا المكسرات اللي هما بيستخدموها. الجيلاتي برضو طعمه حلو كده مع الرز بلبن، وغير كده اصلا الجيلاتي نفسه ابتدى يسيح في الاخر فابتدى يخش مع الرز بلبن خالص، فتحس ان هو اداك تيست تالت مختلف كده. كان الصراحة حلو قوي قوي قوي. وعامة لو حد هيسألني على رأيي الشخصي في المكان، أنا بحترم المكان ده جدا، لأنه كان فاتح عربية كسكسي في الأول، وبعد كده ما شاء الله كمل طريقه لغاية ما فتح المحل وبقى الناس بتجيله من كل مكان، وحتى ابتدى يزود المنيو واحدة واحدة لغاية ما بقت الشكل اللي موجود عليه دلوقتي. ولو هتسألني تجيب إيه لما تروح هناك، هقولك لازم تجرب الرز بلبن بالمكسرات والجيلاتي، والكسكسي بالمكسرات. الاتنين دول كانوا حلوين جدا جدا جدا. ونصيحة مني لو هتجيب أم علي هاتها بالمكسرات، ما تجيبهاش سادة. المكسرات هتخليها في حتة تانية. وبس كده. قولولي تحت في الكومنتات هل جربتوا الشيخ وفيق قبل كده ولا لا، ولو جربتوه ايه رأيكم فيه. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي. كان معاكم أباظة من قناة لايف ويز أباظة. سلام.